السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في قناتي بستان المشغولات. النهاردة هنعمل شغل جديد في تعليم الكروشيه. زي ما تعودنا كل مرة بتبقى فيه غرزة جديدة. النهاردة هنشتغل مع بعض نمط سهل وبسيط جدا، وسريع برضو في نفس الوقت. بيعمل معانا شغل حلو. مش شرط ان انا اتقيد بعدد معين من السلاسل اللي انا هشتغل عليها، لا انا بعمل سواء عدد فردي او زوجي مش مشكلة. هي شغالة معايا في اي عدد. سهلة وبسيطة جدا بالنسبة للناس المبتدئة. ويلا نشوف هنشتغل ازاي. اول حاجة احنا بنعمل عقدة البداية زي ما اتفقنا وشفناها في فيديوهات كتير عدت. بعد كده بعمل عدد من السلاسل، اي رقم انا عايزاه، 10 15 20. انا هنا مش هعد، انا هشتغل كده بالويم اهو، لان الغرزة بتاعتنا دي ما فيهاش اي عدد. بعد كده ببتدي بقى اعمل غرزة نص عمود، املى السلسلة اللي معايا دي كلها بغرزة نص العمود زي طبعا ما شفناها قبل كده في الفيديوهات اللي عدت بتاعتنا اهي. باخد لفة وبنزل، واخد لفة تاني وبطلع، باخد لفة، بخرج كل الخيوط اللي على الإبرة. أكمل السلسلة بتاعتي للآخر وأرجع لكم تاني. أنا هنا خلصت السطر الأولاني أهو زي ما احنا شايفين. هقرب لكم الشغل شوية عشان ناخد بالنا. بعد كده هرتفع باتنين سلسلة زي ما احنا متعودين لما نيجي نقلب السطر بتاعنا كده. نشتغل على السطر اللي بعد كده لازم بنرتفع عدد من السلاسل. طيب انا هنا بقى هتبدأ معايا الغرزة بتاعتي اللي هي هنشوفها مع بعض، لان ده اللي انا عملته قبل كده، ده الاساس لاي غرزة انا بعملها. تمام. انا هشتغل ازاي بقى؟ في كل الغرز اللي عدت انا كنت باخد لفة، مثلا لو هعمل عمود او نص عمود، وبنزل في العين كده من فوق لتحت. المرة دي انا هعمل حاجة تانية، يعني بنزل في العين الاولانية، بخرج من العين اللي جنبها زي ما احنا شايفين كده، واخد لفة واطلع، واخد لفة اخرج كل اللي على الابرة. هعملها معاكم تاني. باخد لفة وبنزل في العين، اطلع من العين اللي جنبها كده، واخد لفة. بمعنى اصح انا بشتغل نص عمود اهو. بشتغله ازاي؟ بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. هي الطريقة سهلة بس بتديني شكل جميل جدا في الشغل بتاعي. يعني لما باجي اعمل كوفية ولا مفرش ولا بونيه ولا اي حاجة انا عايزة اعملها، بتديني شكل جميل جدا. مع اني انا لو عملته نص عمود بالطريقة المعتادة بتاعتنا مش هتطلع في نفس الشكل ده، هتدي شكل مختلف تماما، اللي هو الشكل اللي احنا متعودين عليه العادي. انما هنا الطريقة دي هتطلع لي شكل جميل جدا، وهنشوفه مع بعض لما نشتغل قطعة على بعضها. مش من اول سطر هتبان، لا هتبان بعد كده بقى زي ما احنا شايفين اهو. بعمل نص عمود بس بالطريقة دي. اكمل باقي السطر وارجع لك تاني. بعد ما خلصت السطر بتاعي برتفع 2 سلسلة واقلب الشغل بتاعي كده، وبنفس الطريقة هكمل السطر ده بنفس الشغل اللي انا عملته في السطر اللي عدى. باخد لفة علشان اعمل نص عمود، بنزل في السلسلة من فوق مش في العمود نفسه او نص العمود، وبخرج بالشكل ده، واخد لفة ولفة، بخرج كل اللي على الابرة تاني. باخد لفة وبنزل في السلسلة من فوق، واخرج من الناحية التانية كده، واكمل باقي السطر ده بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. سهلة وبسيطة جدا.
سهلة وبسيطة جدا لأي حد يقدر يعمل الشغل ده معانا اهو كده. شايفين سهلة ازاي؟ بكمل باقي السطر وارجع لك تاني. رجعت لكم بعد السطر ما خلص. الغرزة الأخيرة بعملها عادية جدا علشان اقدر ارتفع من خلالها باتنين سلسلة واقلب الشغل بتاعي اهو، وابتدي اشتغل نفس الغرزة وبنفس الطريقة اهي في كل السطر اهي. بدأ الشكل يظهر زي ما احنا شايفين. هكمل شغل وارجع لك تاني. ودي الغرزة بتاعتنا بعد ما عملنا عدد من الأسطر. شايفين شكلها مختلف جدا عن غرزة نص العمود اللي كنا بنعملها. شايفين جميلة ازاي؟ اقدر بقى اعمل منها اي شغل انا عايزاه، بونيه، كوفية، مفرش، فستان، اي حاجة، بطانية طفل. سهلة وبسيطة جدا، هي بنفس الطريقة. العمود او النص عمود، يعني انا اقدر اعمل الغرزة دي في غرزة العمود. برضو هتديني اطالة اعلى من كده، لان طبعا بيختلف نص العمود من العمود. تمام. وبيديني نفس الشكل، الخط اللي في النص ده في الشغل، فبيديني شكل جمالي واختلاف كامل في الغرزة. اتمنى اكون افدتكم، وما تنسونيش في اللايك والتعليق والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع غرزة جديدة في قناتي بستان المشغولات. سلام عليكم.